السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بأتم صحة وأحسن حال. وحشتوني من فيديو اللي فات. أنا النهاردة جايه لكم فيديو جديد، فيديو تشجيعي وروتيني، يعني في تغيير جذري هيحصل في الأوضة. زي ما انتوا شايفين، أنا أول حاجة عملتها إن أنا جبت الملمع بتاع الخشب ورشيته على السرير من فوق وقمت مسحت. وادي الدفايه اللي انا هفرشها على المرتبه. زي ما انتم شايفين انا شايله الكفر بتاع المرتبه علشان كان متبهدل جدا، فانا شلته وحطيته دلوقتي حطيته في الغساله بيتغسل. لما يبقى ينشف ان شاء الله هبقى اركبه تاني على المرتبه، بحيث ان انا افضل محافظه عليها بقدر الامكان عشان ما تتبهدلش مني، لان زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات انا معايا طفلين وسنهم صغير جدا. هبدأ كده ان انا افرش كويس جدا الدفاية. بعد كده هجيب المخدة واقوم حطها على السرير كده كويس جدا وافرشها كويس. وبعد كده اقوم جايبة البطانية وهفرشها على السرير بحيث ان هي تكون متنظمة كويس جدا. بحاول ان انا اداري السرير واظبط شوية حاجات كده، اللي هي الفرشة اللي انتوا كلنا طبعا عارفين ان الفرشة دي كلنا بنفرشها. انا بحبها جدا على السرير لان هي بتاخد السرير كله، وبحب افرشها البطانية كده بتكون ظاهرة معايا. فزي ما انتوا شايفين اول حاجة بدأت بيها هو السرير الكبير، وبعد كده هروح على سرير الاطفال هرتبه كويس. ده السرير بتاع يوسف ابني، انا كنت جايباه ليونس، بس يونس مش بينام عليه لانه هو لسه طفل دلوقتي وكمان بيرضع، فانا بنايم عليه اخوه الكبير، وكمان مش دايما لما يوسف كمان بينام عليه. طبعا انتوا عارفين الغيرة بتاعت الاطفال وكده، لما بيلاقي اخوه الصغير نايم جنبي لازم هو كمان ينام معايا. زي ما انتوا شايفين انا بوريكم الكومود، وهشيل اللي عليه دلوقتي وهعمله بالملمع بتاع الخشب. اشيل كده كل حاجة من عليه، وهجيب الملمع وهرش، وبعد كده همسح زي ما انتوا شايفين. بعد ما امسح كويس جدا هجيب المفرش وهحطه عليه اهو دوت، هظبطه كده كويس جدا. وبعد كده هرجع تاني الاباجوره مكانها، اللي هي الارنوب دي اباجوره هرجعها، وبعد كده هحط الدبدوب جنبها. زي ما انتوا شايفين هبدأ بقى ان انا اشيل الحاجة من على المساعد. الحاجات دي كانت هدايا كان بيجيبها لي جوزي، انا بحب احتفظ بيها جدا، حتى زي ما هي لسه باللفة بتاعتها بتاعت الهدايا. انا ما بحبش ان انا اطلع حاجة من مكانها بحيث ان هي ما تتبهدلش معايا، فهشيلهم كده واحدة واحدة وامسح بالملمع بتاع الخشب، وبعد كده هرجع الحاجة مكانها تاني.
اهو زي ما حضراتكم شايفين معايا بدأت ان انا امسح بالملمع بتاع الخشب. همسح كويس جدا. وهبدأ ان انا احط المفرش ده يا بنات، ده كان بتاع جوازي. انا متجوزة بقالي 4 سنين. كنت شايلة المفارش دي كلها، وحبيت ان انا ارجعها تاني تغيير لشكل الأوضة. زي ما انتم شايفين هي لونها ابيض. بحاول بقدر الامكان ان انا احافظ عليها علشان ما تتبهدلش. هرجع زي كل حاجة زي ما كانت. كنت بحاول ان انا احط الهدية ديت على تحت كده، فما نفعش فحطيتها فوق الهدية. هظبط بقى بقية التسريحة ديت، وهشيل بقى كل الحاجات اللي عليها ديت، وهمسح وهلمع الازاز، وهرجع الحاجة زي ما كانت، بس هديها لمعة الاول قبل ما ارجعها مكانها. اهو زي ما حضراتكم شايفين ببدأ ان انا اشيل كل اللي على التسريحة. انا التسريحة عندي متقسمة جزئين، حتة كده شبه الكومود وكبيرة، زي كومودين وكده، بس هي لازقة فيها كلها كده تسريحة، بس متقسمة جزئين، حتة طالعة وحتة نازلة. هبدأ ان انا امسح الجوانب بتاعة الخشب اللي في المراية. وهجيب جلانس وامسح المراية اللي قدامكم. ببدأ ان انا اظبط المفرش وارجع كل حاجة زي ما كانت. هبدأ ان انا اشيل حاجات من على التسريحة، الميك اب بتاعي والمكياج. طبعا انا مش بستعمل الحاجات ديت في اكترية الوقت، لان زي ما انتم شايفين انا منتقبة. هبدأ ان انا المع اهو الازاز بالجلانس المراية. وهجيب فوطة بيضة، بحيث ان انا الفوطة بتاعة الخشب خلاص هي اتبهدلت من التراب والرمل وكده، فهجيب فوطة بيضة عشان الازاز ما يجيرش معايا. اهيت الازاز ابتدى يلمع معايا كويس جدا، لان الفوطة البيضة اللي انا جبتها ديت نظيفة وما فيهاش اي اتساخات. انا لو كنت عملت ببتاعة الخشب كانت هتجير وهيبقى مكانها بهدلة جدا، وما كنتش هعرف ان انا اتعامل معاها. زي ما انتم شايفين في بصمات مكان الايدين بتاعة الاولاد، فانا بحاول ان انا امسحها جدا لغاية ما بقت معايا زي الفل. هبدأ ان انا اجيب جلانس الخشب
وهمسح بالفوطة بتاعة الخشب اللي انا مسحت بيها في الاول كده. زي ما انتم شايفين الخشب بيلمع معايا اهوت. هبدأ ان انا احط المفرش بتاع التسريحة، وبمسح علبة الميك اب بتاعتي والحاجة بتاعتي اللي في المنظم وكده، وبرجع الحاجة زي ما كانت تاني. زي ما انتوا شايفين ده المنظم بتاع الميك اب، مسحته كويس جدا، وبحاول ان انا ارجع الحاجة ما كانت زي ما هي كده، وبعدل. والحاجات اللي انا بستعملها بحطها قدام عيني، بحيث ان انا الحاجة اللي انا اكون محتاجاها الاقيها على طول قدامي. بحط بقى بقية الحاجات اللي انا مش بستخدمها، اللي هي البرفانات دول. الولاد عندي طول ما هم شايفينها قدامهم بيقعدوا يضغطوا عليها لغاية ما خلصت خالص. فانا حطيتها في الدرج بحيث ان انا ابعدهم عن ايديهم خالص. هبدأ بقى ان انا اشيل الحاجة من على الكومود التاني، واجيب ملمع الازاز سوري الخشب. انا قلت زي طالما الكومود جنب السرير، فبدل ما اوطي واعمل زي ما انتم شايفين انا الكومود عندي واطي جدا، فانا قلت اما اقعد على السرير وهو كده وكده بين السرير جنبه يعني. فانا قلت ان انا اقعد وامسح واخد راحتي وانا قاعده. بس جبت المفرش وهرجع تاني الحاجه زي ما كانت على الكومود. انا بحب الدباديب جدا، وبالذات الباندا بعشقها. فتلاحظوا ان انا يعني عندي 2 يعني، فاهمين؟ هحط بقى الحاجة اللي انا مانيش عايزاها، هحطها بقى في المنظم الصغير دوت. وبعد كده هبدأ ان انا اكنس كده زي ما انتوا شايفين. هكنس وهشيل السجادة خالص، لان انا عايزة امسح. هبدأ ان انا اكنس السجادة التانية. انا بحب ان انا اكنس الاول السجاد، وبعد كده اقوم عاملاه رول واسيبه، بحيث ان انا ملموش وهو فيه تراب او عفرة. بحب ان انا اعمل الحركة دي قوي. اهو دلوقتي زي ما انتوا شايفين انا هكنس مكان السجادة، الحتة اللي انا شلتها السجادة هكنس، وهبدأ اكنس من الجناب كده، وهكنس كل الأوضة. وبعد كده هلم الكمامة عزكم الله،
هكنس الاول الجناب بحيث ان انا اتاكد ان مفيهاش تراب ولا عفره، عشان لما اجي امسح بالموب ما تعملش معايا وبره او طينه. هتاكد ان انا مش سايبه رمل خالص في قلب الارض. زي ما انتم شايفين جبت الجاروف وهلم التراب كله، هلمه كويس واتاكد ان انا شلته كويس جدا، بحيث زي ما انا قلت لكم ان انا لما اجيب الموب ما تعملش معايا وبره او طينه. كده جبت الموب دي فيها بخاخه انا حاطه في الازازه بتاعه الموب، حاطه فيها دوني وديتول وميه، بحيث ان انا تعقم لي الارض وكمان تديني ريحه حلوه. زي ما انتوا شايفين انا بمسح كويس جدا، وفي بخاخه انا في زرار كده بقعد اتك عليه، هو ده اللي بيبخلي الميه على البلاط. بمسح كويس جدا وبتاكد ان الارض نظيفه اهو، بتك على الزرار شايفين، وبمسح كويس جدا في كل الجوانب في الحتت اللي باينالي. طالما هي ما وبرتش معايا ولا عملت اثار طينه او اي حاجه، يبقى كده مفيش رمل كويس وانا كنسه كويس، واهو مفيش اي علامات ظهرت معايا في الموب. انا كده عقمت الاوضه كلها. هبدأ بقى اتأكد ان الارض نشفت، بعد كده هفرش السجاد تاني اهو. زي ما انتوا شايفين الارض ناشفه ومفيهاش ميه خالص، بحيث ان انا رايحه جايه مفيهاش ولا نقطه ميه، ان انا كمان لما افرش السجاد ما يعملش معايا ريحه كمكمه او حاجه. فانا فرشت السجاد كويس جدا. بس بوريكم بقى الشكل النهائي للأوضة اهوت. وبعد ما فرشت المفارش وظبطت الحاجة والسرير، بس كده اتأكدت ان الأوضة خلاص نضفت. احسن حاجة بقى بحبها، يا سلام على الراحة النفسية بجد، دي احلى حاجة بتريحني. ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك، والسلام.